السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ينصر إخواننا وأهلنا وأحبابنا في فلسطين، اللهم آمين يا رب. الله يبارك في الجميع. عاوز أتكلم في بعض الأمور ننبه النحال منها ونحذره منها، لأن لا قدر الله بعض الأمور اللي احنا نتحدث عليها دي نقدر نقول القيام بيها خلال فصل الشتاء أنا أعتبرها من الكوارث، أو نقدر نقول من الأمور اللي لا قدر الله ممكن تؤدي لتدمير الخلايا ومشاكل كبيرة جدا. طبعا احنا في منتصف شهر ديسمبر أو نص شهر 12 إن شاء الله. النهارده تقريبا تاريخ 15 من شهر 12 لسنة 2023. طبعا في البداية نتمنى من الأصدقاء الجدد والأعضاء الجدد معانا يشترك في القناة، لعل أي بث مباشر أو نصائح أو إرشادات يتم إن شاء الله وصول إشعار للأخ أو للأخت. طيب في البداية الله يبارك في الجميع، بعض الأصدقاء تلاقي يقول لك أنا عندي نزيمة. تمام، بعض الأصدقاء بيشتكي من المرض دوت، يقول لك عندي نزيمة في النحل. علاج النزيمة إيه؟ للأسف فيه البعض بيرد عليه الردود أنا أراها للأسف الشديد ردود بدون دلائل على الأمر ده. يعني مثلا أنا قرأت في أحد المنشورات أخ كان بيسأل نوع عنده نزيمة، الأخ الآخر رد عليه تمام وقال له رش خل تفاح على النحل. تمام. طيب السؤال هنا الله يبارك في الجميع واللي بيستمع لي، أولا إن أنا أقوم بالقيام برش أي مادة سائلة، أتمنى الأخ يكون مركز معايا، أي مادة سائلة أرشها على النحل خلال فصل الشتاء أنا أراها بكل المقاييس كارثة. كارثة بمعنى كلمة كارثة. ليه؟ الأجواء برد. تمام، الأجواء ربما يكون أنا بفتح الخلايا في توقيت مشمس، أجواء دافئة، أفحص الخلايا فحص سريع على أساس إن أنا أتأكد من مخزون من عسل أو ما شابه ذلك. فإن أنا أجي دلوقتي أرش خل تفاحة مع محلول سكري على النحل في الممرات النحلية، ده خطأ، بل أعتبره كارثة. تمام، إن أنا أرش منقوع شيح مع محلول سكري على النحل ما بين الممرات النحلية كارثة. تمام. فيه ممكن بعض الحديث اللي أنا أتكلم فيه ده في أوقات تانية يكون كويس، يكون له نتائج ممتازة. لو هتقول لي مثلا في الصيف أقول لك مفيش مشكلة، مع الاحتراس وتجنب ان يحدث سرقة. تمام. لو جيت تقول لي مثلا اعمله في الانطلاقة الربيعية اقول لك مفيش مشكلة، كذلك مع الاحتراس من عدم حدوث سرقة في الخلايا بسبب رش المحلول السكري. تمام. انما في التوقيت اللي احنا فيه ودرجة الحرارة 14 درجة 15 درجة ارش مادة سائلة؟ لا. بعض الاصدقاء للأسف يقول لك انا عاوز اكافح بيه ملح الاوكزيليك. تمام، ارش ما بين الممرات النحليه اللي هو عن طريق وضع 30 جرام من الاوكزيليك على 1 لتر من المحلول السكري، وارش ما بين الممرات 5 سي سي او 5 ملي. خطأ، كارثه، انا اتكلم بصدق، كارثه. تمام، لانك انت دلوقتي لما النحل يكون عامل مجهود جبار من اجل التدفئه داخل الخليه على اساس يوصل درجه الحراره 34 درجه، تمام، في الشتاء، وانت تيجي تفتح الخليه في اجواء بارده وتقوم رشش كمان سواء محلول سكري او ترش مثلا خل مع محلول سكري او اوكزيليك او اي ماده ايا يكن هي ايه، انت بتبرد الخليه، انت بترفع نسبه الرطوبه داخل الخليه. بالتالي انت وانت بتعمل العمل ده هيتساقط نحل في ارضيه الخليه ميت مباشره. تمام، انا اتكلم بصدق وبامانه، ونتمنى الاخ النحال يتجنب الامر اللي انا اتحدث عليه ده. اي ماده سائله تمام يتم رشها على النحل او ما بين الممرات النحليه او ما بين البراويز او اعلى البراويز في الشتاء شهر 12 اللي هو احنا موجودين فيه حاليا، شهر يناير 1، شهر 2 فبراير، ممنوع. انا اراها ان هي كارثه. ممكن في بعض الاستثناءات لو هنقوم بيها نقوم مثلا في الربيع، الخريف، الصيف لا يوجد مشكلة. تمام، دي نقطة
الاولى اللي كان لابد التنبيه ليها. طيب الاصدقاء استمعوا للنصائح ديت. واحد قال لاخويا محمد انا عندي ربما يكون نزيمه او عندي بعض المشاكل. تمام، ايه الحل؟ الحل اولا اتمنى تستمع ليا. لما يكون عندك خليه داخل المنحل في الشتاء فيها مرض او فيها مشاكل، تمام، خد اجراءات احترازيه. بمعنى ما تاخدش منها اي برواز عسل تنقله لخليه اخرى. يعني انا جيت مثلا خليه في المنحل شفتها ان الخليه ديت النحل بتاعها بيزحف او في اسهال في النحل بتاعها او في مشاكل في النحل بتاعها، تمام، خلاص الخليه دي احطها في المراقبه، اراقب الخليه دي، تمام، اضغطها رقم واحد، اضغط البراويز بتاعتها. لو شلت برواز او اتنين او تلاتة فيهم عسل حذاري تنقلهم لاي خليه اخرى. ليه؟ لانك كده انت هتساعد على نقل المرض. تمام. طيب اقدر اعمل ايه تاني؟ تقدر انك انت تغير الصندوق بتاع الخليه. تمام، لان احتمال يكون الصندوق مثلا فيه رطوبه. تمام، فلو غيرت الصندوق بصندوق اخر نقدر نقول جف او شبه جف يكون افضل. تمام. كذلك امر لابد الاشاره ليه، وهو تشوف السبب الاساسي اللي ادى للمشكله داخل الخليه. لان الله يبارك في الجميع مشكله معويه داخل فصل الشتاء اللي هي نقدر نقول بيكون في النهايه نزيمه او اعراض للنزيمه. سببها الاساسي انك انت قمت بقيام خطأ ما، تمام، في الخليه ديت او في احد الخلايا في المنحل ادى للشيء ده. تمام. لو الصيف او الربيع واتى مشاكل معويه في النحل هقول لك ممكن اسباب اخرى، انما في الشتاء بالخصوص ده ممكن يكون انت قدمت تغذيه سائله، محلول سكري سائل، تمام، ممكن يكون عرضت الخليه لاجواء بارده، تمام، ادى لمشاكل، تمام، ممكن يكون الخليه مستفحل فيها الفروه ادى لمشاكل، امور كتير جدا. تمام. بس انا انصحك اجراءات احترازيه، تمام، في المقام الاول ما تاخدش من الخليه دي اي براويز تنقلها لخليه اخرى. تمام. الخليه اللي انت هتاخدها الفاضيه او الفارغه، تمام، تقوم بتعقيمها بالنار قبل ما تفكر تسكن فيها اي خليه. تمام. طيب اقدر اقوم بايه تاني؟ تمام، اقدر اقوم بايه تاني لعل انقذ الموقف؟ تمام. تقدر تقوم الله يبارك في الجميع بالامر اللي انا هتكلم بيه كالتالي، وهو انك انت ترش، اتمنى الاخ يكون مركز معايا، ترش سكر مطحون، تمام، مضاف عليه قليل من القرفه. تمام. يعني مثلا ندي مثلا امر بسيط لعل الاخ برضو اللي بيتابع معانا يكون مستمع. يعني تقريبا مثلا هجيب معدل 100 جرام من السكر المطحون، 100 جرام من السكر المطحون، اضيف عليهم مثلا معلقه من القرفه، معلقه حقات الشاي او معلقتين من حقات الشاي من القرفه. تمام. وبالتالي اقدر ارش ما بين الممرات النحليه للنحل ده. انا مش هقول لك ان هي هتعالج النحل، تمام، ولكن هتخفف امور كتير جدا، وفي نفس الامر مش هتسبب مشاكل للخليه، لان نقدر نقول سكر مطحون بالعكس النحل هيتغذى عليه او النحل هيستفيد منه. تمام. طيب القرفه اللي اتحطت مع السكر المطحون بالعكس مفيده للنحل في الشتاء، مفيده للنحل في الشتاء. اولا الله يبارك في الجميع، حتى يكون بس العلم عند الاصدقاء، لا يوجد بحث على مستوى العالم، وانا اتكلم كلام واللي عنده خلاف الكلام ده يقدر يعلق لي في التعليقات يقول لي لا والله انت كلامك خطأ. لا يوجد بحث على مستوى العالم يقول ان فيه علاج فعال لمرض النزيمة، سواء نزيمة سيرانة او نزيمة ابيس. لا يوجد، كلها اجتهادات فقط. تمام. بس الاجتهادات دي ربما بتنجح في بعض الاوقات، وربما للأسف في بعض الأوقات ما بتأديش الغرض اللي مطلوب منها. تمام. ولكن معظم الاجتهادات ديت بتتطلب ان احنا بنرش محلول سكري على النحل بإضافة بعض المواد او الأعشاب. تمام. وبالتالي إضافة رش محلول سكري على النحل في الشتاء انا اعتبرها انت مش بتعالج الخلية، لا، ده انت بتدمرها. تمام. لان النحل مريض وانا كمان هخفض درجات الحراره داخل الخليه، دي كارثه. تمام. طبعا الكلام دوت خاص بدرجات الحراره المنخفضه. لو اخ مثلا بيقول لي انا عندي درجه حراره 30 درجه، تمام، وعاوز اقوم بالعمل دوت، خلاص انت حر مفيش مشكله. بس احنا بنتكلم على درجات الحراره اللي تحت المنخفضه. تمام. النقطه الاخرى كذلك الله يبارك في الجميع اللي لابد الاشاره ليها، تمام، اي برواز او اي عسل انت شاكك فيه ان العسل ده كان في خلايا مصابة،
ما تفكرش تستخدمه لأي خلية أخرى. صدقني والله العظيم على ما أقول شهيد. تمام. إعدام البرواز الشمعي ده أو التخلص من العسل ده أفيد ليك. تمام. لأن لو عندك مثلا كيلو أو 2 كيلو عسل لا قدر الله كان طالع من خلايا فيها نزيمة أو فيها مثلا مشاكل أو فيها أمراض حضنة. تمام. واستخدمت العسل ده فرضا في العجينة الكاندي أو استخدمته في عجينة سكرية أو عجينة بروتينية، تخيل كل خلية انت هتقدم لها العجائن ديت اللي معجونة بالعسل اللي نقدر نقول فيها بقايا من المشاكل او الفيروسات الناتجة عن المرض ده، انت نشرت الفيروس داخل منحلك. تمام. اولا عشان بس يكون الفرق والتوضيح للاخ النحال، في فرق ما بين فيروس بينتقل حتى بعد مرور شهر 2 3 او حتى سنة. تمام. وفي فرق اخر ما بين فيروسات ما بتتنقلش. يعني بمعنى النزيمة معروف ان الميكروب بتاعها او الفيروس بتاعها هينتقل. تمام. لو في العسل موجود هينتقل حتى لو العسل ده جلس سنة عندك هينتقل. طب واحد يقول لي انا عندي فروة مستفحلة، لا فروة مستفحلة مفيش مشكلة. تمام. ليه؟ لان الفروة بتنتقل نقدر نقول عن طريق من نحلة لنحلة، او لو دعمت برواز حضنة من خلية فيها فروة مستفحلة الفروة تنتقل. انما نقلت براويز عسل من خلية كانت فيها فروة، لا يوجد مشكلة. انما امراض حضنة بشتى انواعها سواء حضنة امريكي حضنة اوروبا ايا يكن بدون ما نذكر المسميات او النزيمة. تمام. بس انا اتكلم نزيمة يكون احنا متأكدين منها، لان للأسف بعض الاصدقاء يكون عنده زحف في المنحل ويضغط على النحل والنحل يطلع نقدر نقول اسهال لونه اصفر او ما شابه ذلك، يقول لك انا عندي نزيمة. لا انت ما عندكش نزيمة. تمام. لان لابد ان يكون عندك نزيمة سواء سيرانة او نزيمة ابيس. تمام. لابد انك انت عشان تشخصها التشخيص الدقيق عن طريق معامل مختبرية. تمام. محدش مننا نتكلم بصراحة، محدش مننا بيروح معامل مختبرية ويعرف ان كان النحل ده مصاب صح ولا مش مصاب. ممكن يكون امر عادي جدا، ممكن يكون مثلا بسبب تغير الاجواء المناخية. تمام. حدث موت للنحل او 2 او 3 او حتى 20 نحلة. تمام. وامر عادي. تمام. تغير البراز بالمناسبة بتاع النحل ده بيرجع لحبوب اللقاح اللي النحل كان بيستهلكه او الغذاء اللي النحل بيستهلكه. تمام. عامة عشان الموضوع ما يطولش معانا نتمنى ناخذ النصائح دي بعين الاعتبار للاصدقاء اللي متابعه معانا من جميع البلدان العربية، ونسأل الله يا رب التيسير للجميع. حبينا ننشر الفيديو ده في القناة اللي هي طبعا تربية النحل محمد المصري كل جديد. دي طبعا القناة اللي كنا عاملينها البديلة ايام ما كان القناة الاخرى اللي هي الاساسية كان تم اختراقها. تمام. فبالتالي قلنا ننشر الفيديو دوت في القناة ديت لعل برضو الاصدقاء يكونوا عارفين احنا متابعين سواء في القناة دي او القناة دي، واي اسئلة بتيجي على القناة الاولى او القناة الثانية تمام احنا بنحاول نرد عليها. تمام. الله ييسر حل الجميع، نسأل الله التوفيق، ومشكور كل الاصدقاء اللي بيتابع معانا لحد النهاية. شكرا جزيلا.